الفئة المتوسطة اليومين دول ما فيهاش هزار، الموبايلات من 12 ل 20,000 جنيه بتقدم تجربة قريبة جدا من الفلاج شيب، سواء في الأداء أو الكاميرات أو حتى في الديزاين اللي هيخليك تحس إنك ماسك موبايل ب 40,000 جنيه. الفيديو ده هيريحك من دوشة المقارنات، لأني دورت وقارنت بين أفضل 6 موبايلات في الفئة دي علشان أعرفك بكل وضوح مين فيهم يستحق كل جنيه ومين لا. فلو ناوي تشتري موبايل محترم يعيش معاك سنين ومتحير تختار إيه، فخليك معايا كده للنهاية وركز، لأن الترشيحات اللي معانا النهارده هتبهرك فعلا. وسريعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، وخلينا نبدا بالترشيحات اللي معانا. الموبايل الاول معانا وهو الانفينكس نوت 50 اس. اول ما تمسك النوت 50 اس هنا بتحس بخفه ومظهر شبه موبايلات اغلى، والشاشه هنا كيرف بتدي احساس فخامه بصراحه، والحواف بتدخل في العرض وتخلي الفيديوهات او اللعبه احلى، مع طبعا الريفرش ريت العالي ال 144 هرتز، فبتحس بسلاسه في الاستخدام في التنقلات، او لو بتتفرج كتير او بتحب تتصفح كتير، فشاشه الموبايل دي هتتبسط منها بسبب انها جايه اموليد 6.7 انش، والسطوع بتاعها بيوصل ل 1200 نتس، وكمان عليها حمايه من كورنينج وجوريلا جلاس 5. ومن ناحيه المعالج، فالمعالج هنا بيقدم لك اداء ممتاز مقارنه بسعر الموبايل ده، يمشي معاك مهام يوميه او برامج تقيله بشكل يعني معقول شويه، والرامات هنا بتساعدك تفتح اكتر من ابلكيشن بسبب انها من LPDDR5X. فمن حيث الاداء وتجربه الالعاب فلا، الموبايل ده هيقوم معاك بالواجب. اما من ناحيه الكاميرات، فعندك الكاميرا الاساسيه بتطلع صور نظيفه بصراحه في النهار، بس حاسس ان الكاميرا السيلفي مش افضل حاجه في السعر ده، بجانب ان الموبايل بيصور لك فيديوهات 4K عشان لو بتحب تصور فيديوهات كتير فعندك الكواليتي اللي تناسب استخدامك. ال 4K هنا هتحسه مش عملي معاك، بس هتلاقيه مناسب الى حد ما لو انت بتصور مثلا فيديوهات للسوشيال ميديا وكده. اما البطاريه فلا، انت عندك بطاريه هنا 5200 ملي امبير اور، بطاريه كبيره، وبتدعم لك سرعه شحن 45 واط، فهتمشي معاك اليوم مرتاح، ومع سرعه الشحن دي فمش هتحتاج انك تستنى الموبايل كتير وهو بيشحن. عيب الواضح بس انه ما فيهوش مثبت بصري في الكاميرات OIS، فلو بتحب تصور فيديوهات كتير فهتحتاج انك تثبت بالسوفت وير، والسوفت وير هنا مش هيكون افضل طبعا من لو كان موجود يعني OIS. وكمان من ضمن عيوبه انك ما ينفعش انك تركب له كارت ميموري، وما عندكش مده تحديثات طويله، فدي حاجه لازم تحسبها لو انت محتاج موبايل يعيش معاك لسنين قدام. لكن من ناحيه الشاشه الكيرف والديزاين ومسكه الموبايل الخفيفه دي مع المعالج الدايمنسيتي 7300، فهتشوف اداء معالج من افضل المعالجات اللي ممكن تشوفها في الفئه السعريه دي، ده غير ان بمعماريه 4 نانو اصلا. ولما نروح لسعر النوت 50 اس فهتلاقي عندك هنا منه النسخه واحده 256 جيجا مع 8 رام، ودي بسعر 12600 جنيه، والنسخه دي ضمان محلي يعني زيرو ضريبه. وخلينا دلوقتي نروح على تاني موبايل معانا وهو من شركه فيفو، وهو الفي 6 لايت 5G. الفي 6 لايت هنا لما تمسكه هتحس انه متماسك ومصنوع بخامات كويسه، والشاشه بتاعته اموليد 120 هرتز مع سطوع قوي تحت اشعه الشمس المباشره، هتحبها لو بتستخدم الموبايل بره في الشمس كتير، مع اكبر بطاريه ممكن تاخدها من ضمن البطاريات اللي موجوده في الفئه السعريه دي، واللي معانا هنا 6500 ملي امبير اور، وبتدعم لك سرعه شحن 90 واط، فيعني تستخدم الموبايل ده اصلا لمده يومين وبعدين تشحنه 10 دقائق وترجع تكمل يومين كمان. فلا، الموبايل من الاخر بيقدم لك راحه للناس اللي بتتنقل كتير. كمان مع المعالج الدايمنسيتي 7360 تربو، فالمعالج ده سريع ومناسب للابلكيشنز والالعاب المتوسطه، وموفر معاك في الطاقه شويه حلوين، وهتاخد منه اداء كويس برضو في الالعاب لو انت بتحب تلعب العاب كتير. ومن ناحيه الكاميرات فعندك الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، وهنا عندك OIS بيديك ثبات طبعا محترم خصوصا وانت بتصور فيديو. ومن ناحيه الكاميرا السيلفي فانت عندك كاميرا 32 ميجا بكسل هتطلع بيها محتوى كويس للسوشيال ميديا لو بتصور محتوى ليك يعني. عيب الموبايل ده زي اخوه اللي فات انه ما فيهوش مكان لكارت ميموري، ما فيهوش برضه منفذ 3.5 مللي، لكن لو من ناحيه الشحن والبطاريه فلا، انت يعتبر واخد افضل سرعه شحن مع اكبر بطاريه ممكن تاخدها في الفئه السعريه دي. الموبايل كمان بيدعم NFC وجاي مقاوم للمياه والغبار بشهاده IP65، طبعا شهاده محترمه، مش الافضل في الفئه السعريه دي لكن مقبوله. وفي مايك العزل دوشه وسماعات ستيريو هتاخد منها صوت نقي. ولما نروح لسعر الفي 6 لايت هتلاقي عندك هنا منه النسختين، النسخه 256 مع 8 رام ب 15000 جنيه، والنسخه 256 مع 12 رام ودي ب 16700 جنيه. المهم الثالث موبايل معانا هنا هو السامسونج A36. اول حاجه هتلاحظها لما تمسك ال A36 ان خامات الموبايل ده محترمه، خصوصا ان الظهر هنا جاي من الجزاز، فيديك ماسكه بريميوم ممكن ما تاخدهاش في موبايل تاني بسعره. كمان جاي لك بحمايه فيكتوس بلس واحساس فخم، وعندك هنا شاشه سوبر اموليد 120 هرتز الوانها مريحه عينيك، عشان لو بتحب تشوف فيديوهات كتير فشاشه سامسونج هنا هتبسطك من الاخر. ده غير انك عندك تحديثات من سامسونج لمده 6 سنين قدام بتخلي الجهاز استثمار كويس لو مش ناوي تغيره كل سنه. ومن ناحيه الاداء فانت واخد معالج محترم وهو السناب دراجون 6 جين 3، معالج عملي معاك من ناحيه الاستخدام اليومي او الالعاب او الاستخدام الثقيل نوعا ما، مع معماريه 4 نانو موفره معاك في الطاقه. ولما تشوف الكاميرات فعندك الكاميرا الاساسيه
الاساسيه هنا جايبه مثبت بصري OIS، فهتطلع لك الصور والفيديوهات هنا واضح فيها الثبات، وهتاخد كواليتي محترمه اذا كان من الكاميرا الخلفيه او الكاميرا السيلفي، خصوصا تحت مصدر اضاءه قوي او تحت اشعه الشمس. ومن ناحيه البطاريه فانت عندك بطاريه 5000 ملي امبير بتدعم سرعه شحن 45 واط، فده توازن ممتاز من ناحيه البطاريه وسرعه الشحن. النقطه القويه هنا مش بس في المواصفات لكن التجربه المستقره والسوفت وير الطويل مع الضمان والتحديثات اللي قلت لك عليها. عيوب اي موبايل من سامسونج ان الموبايل ما بيجيش وراه راس الشاحن في العلبه، ولا كمان بيجي معاه سكرين بروتكتور ولا جراب، فتحتاج انك تشتري باقي مستلزمات الموبايل على حسابك، فلازم تكون عامل حسابك على نقطه زي دي. كمان مش هينفع انك تركب كارت ميموري، والبصمه مش هتلاقيها الاسرع لكن هتلاقيها مستقره معاك نوعا ما. لكن من على الناحيه الثانيه انت واخد شاشه من افضل الشاشات اللي هتاخدها في الفئه السعريه دي، مع معالج محترم هيقدم معاك في اي استخدام انت عايزه. وعندك من الاي 36 هنا منه نسختين، النسخه الاولى ال 128 مع 8 رام ودي بسعر 14700 جنيه، والنسخه الثانيه ال 256 مع 8 رام ودي بسعر 16500 جنيه، والنسختين ضمان محلي مش عليهم اي ضرائب. ولما نوصل للموبايل الرابع معانا حابب اقول لك ان انا مش حارمك من اي شركه، جايب لك موبايلات من انفينكس وسامسونج وفيفو، وكمان معانا الموبايل الرابع هنا من شركه اوبو، ولسه كمان معانا شركه اونر في الترشيح الجاي، فما تنساش وركز معايا في الموبايل ده يمكن يكون هو المناسب ليك. فالمهم معانا هنا من اوبو الرينو 14F. الرينو 14 هنا اول حاجه هبدا لك بيها انه جاي بمقاومه حمايه IP68 واي بي 69، وده يعني من الاخر جاي مقاوم ضد الصدمات، ضد الميه، ضد الغبار، ضد الاتربه، يعني من ناحيه الامان فما تقلقش عليه نهائيا، خصوصا لو انت مثلا ظروف استخدامك للموبايل او ظروف شغلك بتخلي الموبايل يوجع منك كتير او يتعرض لميه او تراب كتير، فما تقلقش عليه من ناحيه الحمايه. كمان عندك شاشه اموليد 120 هرتز نقيه وحرافه قليله، وهتاخد منها الوان تحفه بفضل شاشه الاموليد، واللي هيكمل الكوليكشن ده وهو المعالج اللي جاي من سناب دراجون 6 جين 1، واللي هيقدم لك اداء كفايه لمعظم الاستخدامات اليوميه اللي انت ممكن تستخدمها، اذا كان من ناحيه سوشيال ميديا او العاب او استخدام ابلكيشنز كتير، فالمعالج مش هيقصر معاك اطلاقا. اما من ناحيه البطاريه فانت عندك برضو هنا من اقوى البطاريات اللي ممكن تشوفها في الفئه السعريه دي، واللي معانا هنا 6000 ملي امبير وبتدعم لك سرعه شحن 45 واط. حاسس ان 45 واط مش ملائمه معاها شويه، بس يعني هتمشي معاك الدنيا حبتين، لكن كسعه بطاريه فهتتبسط منها وممكن تكمل معاك اليوم او اليوم ونص مرتاح. كمان الكاميرات كويسه جدا للصور اليوميه، او لو بتصور فيديوهات فانت عندك برضو اوبشن ال 4K لو حابب تصور فيديوهات كتير. وعندك ميزه ما كناش بنشوفها في الموبايلات اللي فاتت، وهي انك تقدر تركب كارت ميموري عادي لو محتاج مساحه اضافيه. عيب الموبايل ده الوحيد ان خاماته من البلاستيك، فيعني مش هديك نفس احساس الجزاز او الالومنيوم اللي مثلا خدناه في الموبايل اللي كان موجود في الاي 36. والمعالج كان ممكن يكون اقوى شويه في الفئه، لكن ما زال سناب دراجون 6 جين 1 هيقدم معاك اي اداء انت محتاجه، بس ما تضغطش عليه اوفر يعني في الالعاب او الابلكيشنز الثقيله علشان ما تبداش تحس بفرق. لكن من حيث الامان فانت واخد شهادتين حمايه اي بي 68 واي بي 69 ما فيهمش نقاش. ده غير الموبايل بيدعم لك صوت ستيريو وكمان NFC وكمان مايك العزل الدوشه. ومن ناحيه سعر الرينو 14F فانت عندك هنا منه النسختين، النسخه 256 مع 8 ودي ب 17500 جنيه، والنسخه 256 مع 12 رام فدي ب 19000 جنيه. وخلينا على طول دلوقتي نروح لموبايل من شركه اونر، ويعتبر من افضل الموبايلات اللي نزلتها شركه اونر الفتره الاخيره، وهو الاونر 400. الاونر 400 اللي هتحس انه معمول بدقه خصوصا في الشاشه وكمان الكاميرات والديزاين المختلف عن باقي الموبايلات الموجوده في الفئه السعريه دي، بعكس طبعا يعني الانفينكس هوت 50S. فعايزك تركز معاه شويه لو ميزانيتك اعلى شويه من الموبايلات اللي اتكلمنا عنها. عندك شاشه الاونر 400 جاي من اموليد 6.5 انش بكواليتي عاليه، بريفرش ريت بيوصل ل 120 هرتز، مستوى بيوصل لل 5000 نيتس، فهتاخد الوان وسلاسه وكواليتي حرفيا من افضل الموبايلات اللي ممكن تاخد فيها شاشه في الفئه السعريه دي، هتخليك مستمتع جدا باستخدامك للموبايل ده. والنقطه الاهم هنا وهي انك عندك كاميرا 200 ميجا بكسل، وزي ما سمعت ايوه 200 ميجا بكسل كاميرا بتطلع لك تفاصيل كتير جدا، مدعومه كمان ب OIS، فهتديك اذا كان من تصوير الفيديو او تصوير الصور اداء محترم وكواليتي وتفاصيل رهيبه، اذا كان مع الكاميرا الخلفيه الاساسيه او الكاميرا السيلفي، خصوصا لو بتصور بالاثنين تحت اضاءه قويه او في ضوء النهار، فمش هتواجه اي مشاكل وهتاخد تفاصيل اكتر. ومن ناحيه الاداء هنا فانت عندك الاونر 400 جاي من سناب دراجون 7 جين 3، معالج قوي جدا في الفئه دي، والاداء هنا هيخليك تشتغل او تصور او حتى تمنتج عليه من غير ما تحس انه بيلاج معاك. وبطاريه هنا 6000 ملي امبير مع سرعه شحن كبيره 80 واط، فالسرعه عاديه مع 6000 ملي امبير حرفيا هتخلي الموبايل يطير معاك في سرعه الشحن، فانت واخد يعتبر تجربه موبايل فلاج شيب بنص السعر حرفيا. ده غير ان السوفت وير فيه مزايا AI هتلاحظها وانت بتصور. عيوب الموبايل ده مش عيوب كارثيه، هي انك ما تقدرش انك تركب كارت ميموري، وده تقدر تعوضه يعني انك تشتري النسخه اعلى في المساحه. ومقاومه الميه هنا جايه من IP66، فلو كانت اعلى من كده كنت هتاخد يعني حمايه محترمه شويه، لكن مع ده كله لو انت الكاميرا اولوياتك اصلا فمش هيفرق معاك كل ده. عندك برضو تجربه صوت مميزه بسماعات ستيريو، وكمان كل المستشعرات اللي انت تحتاجها زي ال NFC والIR بلاستر
اصغر، والموبايل كمان بيدعم لك الاي سيم عشان لو حابب انك تدمج شريحه الكترونيه بدل او مع الشريحه الفيزيكال. ولما نروح لسعر الاونر 400 فهتلاقي عندك هنا منه نسختين، النسخه ال 256 مع 12 رام فدي بسعر 20000 جنيه، والنسخه ال 512 مع 12 رام فدي بسعر 22000 جنيه، والنسختين ضمان محلي ما عليهمش اي ضريبه. اما نشوف الموبايل الاخير اللي موجود معانا في ترشيحات النهارده فهتلاقيه السامسونج A56. واول حاجه هتحس بيها هنا في A56 وهي الفخامه. عندك الموبايل جايب خامات من الجزاز مع فريم من الالومنيوم وشهاده حمايه IP67، وكمان شاشه سوبر اموليد فول اتش دي بلس 120 هرتز مش هتواجه معاها مشاكل اذا كان من ناحيه الالوان او السلاسه، فهتاخد شاشه مريحه لعينك مع حواف اقل من A36 بمراحل، فهتاخد شاشه محترمه من الاخر. مع الاداء اللي جاي من الاكزينوس 1580 هتلاقيه اداء عملي معاك وحلو جدا للمهام الثقيله شويه، وهتلاقيه بيسند معاك في الالعاب الثقيله كمان، لكن يفضل لو حابب انك تلعب عليه تخليه على اعدادات متوسطه علشان تاخد منه افضل اداء. لكن من ناحيه المهام اليوميه او السوشيال ميديا والكلام ده كله فلا، المعالج ده هيديك اداء محترم. ولما نشوف الكاميرا بتاعت الاي 56 فهتلاقي عندك الكاميرا الاساسيه ال 50 ميجا بكسل هنا بتدعم لك OIS، فده بيدي لك مثلا تصوير فيديو ثابت وجوده التصوير ممتازه، والشاشه هنا بتدعم لك ال 4K HDR في التصوير، فمن ناحيه التصوير اذا كان صور او فيديوهات فهتاخد منهم تصوير محترم. بس لو هنقارن مثلا الكاميرا دي مع الاونر 400 فهتلاحظ فرق تفاصيل بسبب ان الكاميرا الاساسيه في الاونر مثلا كانت 200 ميجا بكسل، لكن هنا الاساسيه 50 ميجا بكسل. ومن ناحيه الكاميرا السيلفي برضه فهتاخد منها صور محترمه خصوصا في اضاءه قويه او في ضوء النهار عموما. وبطاريه الاي 56 هنا جايه 5000 ملي امبير بتدعم لك سرعه شحن 45 واط. البطاريه تعتبر ما زالت صغيره لحد ما مقارنه بباقي الموبايلات اللي احنا اتكلمنا عنها، لكن ستيل هتلاقيها مأديه معاك اليوم مرتاح. والنقطه الكبيره اللي بتفرق بصراحه في اي موبايل من سامسونج وهي التحديثات، انك عندك هنا 6 سنين تحديثات، فالكلام ده لو انت مش محتاج انك تغير الموبايل كل سنه او سنتين. والموبايل بيدعم لك ال NFC والاي سيم، وفي مايك تاني لعزل الدوشه وبسماعات ستيريو علشان يديك صوت محيطي لو بتحب تلعب العاب. بس في عيب رخم شويه هنا وهو انك عندك المستشعرات زي مستشعر التسارع والقرب دول جايين عن طريق السوفت وير، لكن عندك البوصله والجيروسكوب دول جايين هاردوير عادي. والعيب الاكبر كالعاده انك ما عندكش راس الشاحن في العلبه، وكمان ما عندكش ولا جراب ولا سكرين بروتكتور، فهتحتاج انك تشتري باقي مستلزمات الموبايل. ولما نشوف سعر الاي 56 هنا هتلاقي عندك منه 3 نسخ، بتبدا طبعا اول نسخه ب 20000 جنيه للنسخه ال 128 مع 8 رام، والنسخه الثانيه ال 256 مع 8 رام فدي بسعر 21000 جنيه، والنسخه الثالثه ال 256 مع 12 رام فدي بسعر 24000 جنيه. فلحد هنا اكون رشحت لك شويه ترشيحات محترمه من كذا شركه، مش من شركه او اتنين بس برضه حابب اديك الخلاصه في الاخر واقول لك تشتري ايه على حسب استخدامك انت. فمن غير لف ولا دوران، لو انت حابب موضوع الشاشه الكيرف وانك تكون ماسك موبايل سابق عصره بشويه فهقول لك روح للانفينكس نوت 50 اس، هتاخد منه اداء كويس من ناحيه المعالج، في نفس الوقت واخد الشاشه الكيرف مع ديزاين مختلف نوعا ما. اما لو عايز بطاريه من اعلى البطاريات اللي ممكن تاخدها في الفئه السعريه دي مع الشحن صاروخي فارشح لك طبعا الفيفو V6 لايت اللي بيدعم لك سرعه شحن 90 واط، والبطاريه بتاعته ل 6500 ملي امبير مع شاشه محترمه اموليد 120 هرتز، ومعالج كمان يسد معاك استخدام يومي او حتى العاب متوسطه. اما لو هدفك حمايه الموبايل بيجي منك كتير او بيتعرض لميه كتير وكمان مع بطاريه كبيره فارشح لك هنا الاوبو رينو 14 اف، فده هيكون خيار ممتاز ليك لانه بيجمع لك ما بين الاداء والشاشه وكمان الحمايه، وكل ده بسعر كويس في الفئه المتوسطه. اما لو هدفك كاميرا بحت فعلى طول هقول لك روح للاونر 400 من غير نقاش اذا كنت حابب انك تصور فيديوهات او حتى صور بالكاميرا الخلفيه الاساسيه او بالكاميرا السيلفي. اما لو هدفك سوفت وير وموبايل يعيش معاك سنين فهبدا ارشح لك هنا السامسونج A36 والاي 56، ولو ميزانيتك تسمح بالاي 56 وما تفكرش في موبايلات تاني الكام سنه الجايين دول. وانا شايفك لحد هنا انت طالع من المقارنه مستفيد، فطبعا عايزك تروج عليا وما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل الجرس تضغط لايك الفيديو وتشير كمان الفيديو مع اصحابك اللي بيدوروا على موبايلات اليومين دول، واكتب لي دلوقتي تحت في الكومنتات انت استخدامك ايه وميزانيتك كام وهرد عليك بافضل موبايل مناسب ليك. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.